انا بني ادم مده صلاحيتي انتهت خلاص. هفضل طول عمري خدام ليهم، وفي الاخر خالص انا هموت واسيبهم ومش عارف هم هيحصل لهم ايه. ربنا رزقني باربع اطفال، هم رزق من ربنا، بس الحمد لله ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه. هم الاربعه عندهم اعاقه ذهنيه ونسبه عجز 90%. معمول لي اقامه جبريه، انا ما بعرفش اخرج من البيت، لازم 24 ساعه حد عينه عليهم. انا لو انا دخلت الحمام بسيب باب الحمام مفتوح عشان ابقى شايفهم وانا جوه الحمام. اخر مكان اشتغلت فيه كان شرطه مرافق الجيزه، ما سبتهاش الا في شهر 6 2016. داخل في 5 سنين اهوت، لا شغله ولا مشغله. هي شغلتي الشغله ال 24 ساعه، ما بعملش غير ان انا باكل واشرب واحمي واغير بامبرز. وطبعا حاولت ادخل الصغيرين مدرسه تربيه فكريه زي التانيين، رفضوا، قالوا لي لما يتعلموا يخشوا الحمام، وانا مش عارف اعلمهم يخشوا الحمام. قدمت لهم على معاش تبع اللي هو اللي قالوا عليه معاقين ومش معاقين والكلام دوت. قدمت الورق بتاع الاربعه، والورق معايا صور منه والاصولات في الاداره. لغايه دلوقتي الكلام دوت دلوقتي بقاله حوالي داخل في 4 سنين. مفيش الا حسن بيتصرف له 300 جنيه 300 جنيه، والثلاثه التانيين ورقهم هناك، وكل ما اروح اسال استنى استنى استنى، مش عارف اعمل ايه. زوجتي متمسكه بشغلها، هي قالت لي طلقني واجيب لهم واحده تقعد بيهم، يعني هتامن على حد غريب يقعد معاهم، امال انا ابوهم بقى. يعني هي اعتبرت ان ده مفروض عليا، وكده كده انا لا حول ولا قوه، خلاص ما فيش شغل. يعني قالت لي انا ممكن ما ادفعلكش الايجار والنور والميه، انت انا مش ملزمه ادفعهم لك. دلوقتي انا مجبر وملزم ان انا اقعد بيهم، ومجبر وملزم ان انا ارضى باللي هي تديهولي، عشان خاطر انا ما فيش في ايدي حاجه تانية. ممكن يقعدوا صاحيين بال 24 ساعه. دلوقتي انا معايا 4 اطفال. الكبيره سلمى عندها 20 سنه، مواليد 2000، عندها 20 سنه وعندها اعاقه ذهنيه، ونسبه العجز اللي معمول لها من وزاره الصحه عجز عقلي بنسبه 90%. وحسن عنده بالظبط 18 وداخل على 19، وعنده نفس المرض ونفس نسبة العجز 90% عجز عقلي. سيف وسارة وكبار معمول لهم كارنيهات إعاقة إن هم معاقين، والاثنين الصغيرين التوأم برضو كذلك إعاقة ذهنية، بس بالنسبه لنسبه العجز لسه ما اتحددتش. معمول لي اقامه جبريه، انا ما بعرفش اخرج من البيت. انا نفسي يخشوا مش ملجأ بقى، يخشوا دار رعايه بحيث ان هم يعيشوا حياه كريمه كبني ادمين كويسين، او على الاقل يخشوا مدرسه داخلي ويجوا يقعدوا معايا خميس وجمعه. دي هتبقى بالنسبه لي احسن، لان انا مش هقدر استغنى عنهم برضه. الواحد لما بيموت بيبتدوا يفكروا في اللي وراه، طول ما انا عايش محدش هيفكر في عيالي.